عملنا غدا سريع النهاردة وكله في حلة واحدة، ما فيش حلل كتير وما خدش معانا وقت خالص، وطلعت أكلة جميلة جدا ممتازة يعني 100%، وسريعة وبسيطة ومش مكلفة خالص يعني. كيلو لحمة ممكن تعمليه بكيلو لحمة، من نص كيلو لحمة، ممكن ربع كيلو لحمة حسب عدد أفراد الأسرة بتاعتك. تمام. اللحمة مستوية خالص اهي، شوفوا ده يبقى دوب، وكمان البطاطس استوت مع اللحمة واكله ممتازه النهارده وبسيطه خالص، وزي ما قلت لك مش هتكلفك مواعين ولا اي حاجه، كله في حله واحده. وتاكلوها بقى بالهنا والشفا كده، واكله سريعه وبسيطه. تمام. ولا غلب ولا اي حاجه. وعملنا جنبها رز بشعريه وسلطه ومخللات، وانتي وذوقك بقى. تعالوا نشوف عملنا ايه. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. هنا بقى انا جبت بصل كتير. يعني عندك لو انت عامله كيلو لحمه حطي عليها كيلو بصل، عامله نص كيلو لحمه حطي عليها نص كيلو بصل، ونص كيلو طماطم. يعني بصي، مقدار اللحمه بمقدار البصل بمقدار الطماطم. تمام. انا هنا عملت كيلو ونص لحمه، حطيت كيلو ونص بصل وحطيت كيلو ونص طماطم، او كيلو طماطم لو انت مش بتحبي الصلصه كتيره، وفلفل الوان، وكمان هنحط توم سليم مش مهروس. تمام. هنا انا قطعت اللحمه مكعبات صغيره كده، وقطعت الفلفل والطماطم والبصل زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب بقى حله واحده، كل ده هيتحط في حله واحده. مش هتغلبي في المواعين ولا هتقولي كتير ولا اي حاجه، وكل ده كله هنحطه كله على بعضه في حله واحده. تمام. انا جبت الحله بتاعتي وهنزل بالبصل، وهنزل بالطماطم والفلفل الالوان، ولو حابه تحطي قرن حامي مفيش مشكله، انتي وذوقك وبراحتك. خلاص كده حطيناهم في حله واحده. الوقت الحله مليانه على اخرها وهتقولي لا ده الحله صغيره او كده، لا كل ده هيهبط معاكي، وهتشوفيها الوقت هتبقى في نص الحله. تمام. انا كده هحطها كده من غير تقليب ومن غير اي حاجه، وهغطيها وهرجع لكم تاني اهو. كده انا غطيتها وسبتها حوالي 10 دقايق. هبتدي اقلب فيها بقى، تكون هبطت شويه اللحمه مع البصل والكلام ده كله. شوف بقت نص الحل. هغطيها، ارجع اغطيها تاني. بصوا، دي الطريقه الصح للاكله دي. كل دقيقتين تعريها تقلبيها وتغطيها من غير ميه ومن غير سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، متحطلهاش اي حاجه، هي منها فيها كده. بعد بقى ما احس ان البصل استوى وخلاص والطماطم اتهرت معايا وكله كده، اكمل سواها بقى، احط لها الميه السخنه بتاعتها. تمام. يعني انا ما بحطش ميه في الاول، انا بحط من ميه بعد البصل ما يدخل على سوا والطماطم وخلاص ونشفت بقى معايا ومفيهاش صلصه، خلاص بحط لها الميه بقى. هنا بقى بحط الفلفل الاسود، وبحط الكمون بتاعي والملح وتوم بودر وبصل بودر وبهار والسبع بهارات او بهارات لحمه لو عندك. تمام. وكده بقى ريحتها هتبقى تحفه وجميله معاكي واكله ممتازه بجد يعني. هنا بحط معلقه كركم، انا حطيت نص معلقه واحط ربع تاني. الكركم بيديها لون وبيديها طعم جميل كده، وبتبقى طعمها مميز. خلاص كده يا حبايبي. هنا بقى كنت مقطعه بطاطس و... وصفتها، حطيتها لها ميه وملح وصفتها، واحطها انزل بقى على اللحمه بالبطاطس دي. كده بقى اللحمه دخلت في السوا، والبطاطس كمان هتاخد 5 دقايق معاكي بس بالظبط. ولو انت حسيتي ان محتاجه ميه حطي لها ميه سخنه. تمام. انا بقى هنا مش هخليها في الحله، انا هحطها في الطاجن وهدخلها الفرن. انا هنا سخنت الطاجن بتاعي، وهنزل بقى بالكلام الجميل ده كله. يا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وزودتها بقى شوية مية مطرح الحلة كده اللي انا كنت حاطة فيها اهي. مية سخنة، لازم مية سخنة يا جماعة. ما تكونش المية باردة وتحطيها على الاكل. تمام. الرز، البطاطس، اللحمة، اي حاجة بتحتاج المية السخنة. وهدخله الفرن بقى اهو. زي ما انتوا شايفين كده، انا هنا ما حطيتش سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، تلاحظي ان انا ما حطيتش اي دهون. تمام. هي الدهون اللي في اللحمة منها فيها.
شايفين شكل الطاجن عامل ازاي؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اكلة بسيطة وسريعة، وعملنا جنبها رز بالشعرية. حابة تعملي اي مكرونة، اللي انت تحبيه تعمليه. هنطلع بقى كده وندوق. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللحمة بقت هريسة معانا، استوت وبقت تحفة، والشكل نفسه تحفة بجد يا جماعة. يعني البطاطس جميلة قوي واستوت اهي. يعني جربي الأكلة دي وادعيلي. حابة تاكليها من الحلة على طول مفيش مشكلة، حابة تحطيها في الطاجن زي أنا ما عملت كده، انت وذوقك وانت وراحتك. أنا كده غرفت وهدوء، وحطيت كده شوية شبت عشان يدوا طعم للأكلة دي، بتبقى جميلة قوي. جربيها كده. حطي الشبت على الأكل كده بيبقى جميل قوي. أنا قطعت شوية شبت كده، أنا بحب الشبت على الأكل والبقدونس، أي خضرة بتبقى جميلة. دوقي بقى كده واعملي الوصفة، وجربيها وادعيلي. فين اللايك بقى؟ ما حطيتش اللايك ليه يا حلوة؟ حطي اللايك وحطي الشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أكلة بسيطة وجميلة، وفي نفس الوقت يعني مش مكلفة مواعين ولا أي حاجة. وهي أصلا الأكلة يعني تحفة بجد، تحفة بجد. يعني مش قادرة أوصف لكم طعمها ايه. والصوص بقى بتاع اللحمة جميل قوي قوي قوي. هنا بقى هشوف اللحمة معاكم اهي، بصوا استوت خالص. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. جميلة جدا. اتفضلوا معانا. انا كده عمالة ادوق، هخلص الطبق الوقت كله. اعذروني يا جماعة، الاكلة حلوة قوي، حلوة قوي قوي بجد. كمان الشبت مديها طعم تاني، موديها في حتة تانية خالص بجد يعني. جربي ومش هتندم. اتفضلوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله، مع الف سلامة.